من فتره كده يا صاحبي بازوكا دخل علينا وعمل لنا اول مسحب في مصر، وانا ساعتها ما عملتش الفيديو وكان قلبي حاسس ان في حاجه هتحصل، وحصلت. لقيت بوست الهارت اتاك كاتب فيه مسحب حقيقي مش بازوكا، قصده على مين؟ على الحاج بازوكا. يا راجل يا معفن، كلم الحاج. يا نتن، كلم الحاج. يا تحفه. لا يا كلم الحاج يا تقول ده مرمطك. انا بهدي النفوس، فقلت بقى ما دام ما عملتش فيديو لمسحب بازوكا اجيب مسحب هارت اتاك واعمل مقارنه بينهم ونشوف بقى ايه احسن مسحب في مصر. انا ما جربتش الاساس اللي هو مسحب البيك، بس كل الفود بلوجرز صحابي جربوا بازوكا وقالوا اللي هو بعيد جدا عن البيك. احنا مالناش دعوه بالبيك، احنا لينا دعوه باللي بيلقحوا على بعض دول. فيلا يا باشا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعمل لايك ويا ريت نوصل الفيديو دوت ل 10000 لايك. نقول بسم الله ونبدا ببازوكا ونشوف جايب لنا ايه. اول حاجه البوكس بتاعه، وجايب شوكه، ما اعرفش جايب شوكه ليه، وجاونتي ورغيف عيش. وتاني حاجه بقى نشوف هارت اتاك جايب لنا ايه. جاونتي برضو 2 عيش، جايب 2 عيش، جاونتي تاني، وعلبه المسحب. الله ايه العلبه الجامده دي، هتعملها ولا ايه؟ تحسها علبه اكسسوارات والله. وجايب برضه شوكتين ما اعرفش ليه، وجاونتي تاني. لا هارت اتاك متوصي. وده يا باشا شكل العلبتين اللي معانا. انا جايب من كل مطعم 10 قطع، وال10 قطع في بازوكا سعرهم 100 جنيه، وفي هارت اتاك برضه سعرهم 100 جنيه، كمان نفس السعر. ما اعرفش ايه اللي بين بازوكا وهارت اتاك اللي هو حطه في دماغه قوي كده هينزل بنفس السعر برضه. نبدا باول حاجه وهي بازوكا. نفتح كده يا باشا ونشوف بازوكا جايب لنا ايه. ده شكل علبه بازوكا لما فتحناها. دول 10 قطع، وجايب شويه بطاطس صغيرين ومعاهم كيس كاتشب، وجايب كمان صوص ساوزند ايلاند، وجايب صوص باربيكيو. ده بالنسبه لبازوكا. بالنسبه بقى لهارت اتاك نفتح كده ونشوف. نفتح بقى كده يا سيدي، وده شكل علبه هارت اتاك لما فتحناها. في شويه بطاطس يعتبر نفس الكميه، ودول ال10 قطع. جايب صوص باربيكيو وجايب صوص توميه. لما طلبت المسحب من بازوكا طلبتهم سبايسي، فلما رحت الهارت اتاك ما لقيتش عنده سبايسي. هو في سبايسي بس في الفرع اللي انا رحته قال لي ما فيش غير الاوريجينال بس، فمش مشكله، احنا اللي يهمنا طعم الفراخ والتتبيله. ده يا باشا شكل الاتنين مع بعض. اللي على اليمين دي بازوكا واللي على الشمال هارت اتاك. بتاعت بازوكا اتخن شويه بس اقصر برضو شويه، والاتنين اصلا مالهمش علاقه بالبيك. في بازوكا الاشكال كلها نفس الحجم ده، لكن لو بصينا في هارت اتاك مش مربع مظبوط. يعني مثلا دي قطعه تانية مش مظبوط. البيك بقى لما بشوفه بحس اللي هو اطول شويه واعرض سنه. بشوفه في الفيديوهات، لسه ربنا ما كتبليش ان انا اروح السعوديه. ادعوا لي اروح اعمل عمره واكل من البيك. نبدا بصاحب الليله دي كلها وهو بازوكا، اول واحد عمل المسحب في مصر. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. هو فعلا زي ما الناس كلها ما بتقول هو قريب شويه من الناجتس. ده شكله من جوه تحسه اللي هو مفروم فراخ فعلا، مش صدور فراخ كده صحيحه زي اللي بتبقى موجوده في الستريبس. بس الصراحه طعمه حلو ونسبه السبايسي فيه حلوه قوي، يعني ايه حرش كده شويه. شكلك انت اللي هتطلع باروك. نفتح كده الصوصات اللي معاها ونغطس بقى يا باشا كده في قلب الصوص ونرفع. حلو قوي. نشوف كده الباربيكيو بيقول ايه. نغطس برضو كده في الصوص ونرفع. لا الصوصات دي حلوه قوي. نشوف كده البطاطس بتقول ايه. نفسي اكل كده بطاطس عدله كده من المطاعم. لما تقلت فيها شويه كده حسيت بالسبايسي قوي، بس الصراحه حلوه مش وحشه. المفروض بس كده يسيبوا الفراخ شويه ما يفرموهاش قوي كده، يعني تبقى نص فرمه مش مفرومه قوي كده، لكن غير كده انا شايفها حلوه وسعرها كويس. خلصنا بازوكا نخش على هارت اتاك. تعالى يا بتاع المشاكل. نقول بسم الله وندوق هارت اتاك. بسم الله. هنا صدور فراخ فعلا مش مفرومه زي ما انتم شايفين كده، هي من جوه نسايج فراخ مش فراخ مفرومه. بس عايز اقول لكم ان تتبيلتها كلها ليمون. معرفش هي طعمها كده في كل الفروع ولا الفرع اللي عندي قلشت منه. هي طعمها حلو مش وحش، بس انا مش حاسس بتتبيله في الفراخ غير الليمون. الليمون هو اللي واضح قوي في بقي. ايه الخيله بقى اللي انا بقيت فيها دي. هو احلى حاجه اللي دي فراخ يعني قطعه فراخ بنت حلال يعني. بس انا عرفت هو طعم ايه بالظبط. طعم البانيه بتاع امي والله. هي بتحط فيه ليمون برضه. على فكره بقى المسحب ده لو كان سبايسي كان هيبقى احلى بكتير، انا متاكد من دي. نديها فرصه كده بالتوميه. طيب ده مفيش ريحه التوم خالص فيها. ايه ده. نبص على الباربيكيو. نعطس كده يا باشا في الباربيكيو ونرفع. احلوت شويه بالصوص ده. نشوف كده البطاطس عشان شكلها بصراحه احسن من بتاعه بازوكا شكلها. حلو قوي. بصوا هما الاتنين نفس السعر ونفس الحجم، بس الطعم مش زي بعضه. ده في حته وده في حته. يعني انا بالنسبه لي الفراخ هنا احلى، بس كتتبيله الليمون ده مضايقني. يعني التتبيله في بازوكا مع سنه السبايسي كانت تحفه بصراحه، لكن مش حاسس بطعم فراخ. هنا حاسس بطعم فراخ. انا بصراحه احترت، يعني هنا في مميزات وعيوب وهنا في مميزات وعيوب، وانا عارف اللي في الاول وفي الاخر مفيش اصلا مسحب عندنا في مصر عادل. كله بيغني ويحكي في البيت، فانا لو كنت جربت البيت كنت عرفت دلوقتي. بصوا احنا هنجيب عيش من بتاع هارت اتاك والعيش بتاع بازوكا
نعمل لنا سندوتشيه كده وسندوتشيه كده ونشوف انهي طعم سندوتش احلى. العيش بتاع بازوكا مربع ومختلف شويه عن بتاع هارت اتاك، بس بصراحه انا شايفه مش صابح، يعني انا خايف اصلا افتحه يتهري مني. انا عارف والله انت هتتهري. ناخد لنا كده يا باشا ايه، قطعه مؤقته بس كده ادوقها بالعيش. العيش مش ماسك نفسه. ننزل كده بشويه صوص الساوزند ايلاند ده. نشوف هارت اتاك العيش بتاعهم ايه، صابح بصراحه، فريش قوي. ننزل بقى ايه بقطعه، وننزل بالتانية، وننزل بشويه توميه، وننزل بشويه الباربيكيو، ونقفل بقى يا باشا ونقول بسم الله. بسم الله. لا، بعد السندوتش ده هقدر اقول مين اللي كسب. اللي كسب هو هارت اتاك. العيش بالبطاطس بالصوصات قللت شويه طعم الليمون اللي كان مضايقني، بس كفراخ هي بصراحه الفراخ احلى من بتاعه بازوكا، وانا عارف اللي هي لو سبايسي هتبقى احلى من كده بكتير، فهو فعلا احلى من بازوكا بس مش بكتير، الفرق بينهم قريب قوي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج وتعملوا فولو على الانستجرام. اشوفكم على خير. سلام.